الأكلة اللي ما بيمرق أسبوع إلا لازم أحضرها، شرحات الدجاج مع الفطر والكريمة، فيكم تقدموها مع الماش بوتيتو أو مع الرز. ببدأ بتشريح صدور الدجاج بالعرض لحتى تصير رفيعة، بتبلها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ومباشرة رح أحمرها بمقلاة ساخنة بالزبدة وزيت الزيتون، ورح أقلبها من الجهتين لحتى أوصل لهذا اللون الذهبي الحلو. برفع الدجاج وبنفس المقلاة مباشرة رح أنزل البصل، أول ما يتغير لونه بنزل عليه الثوم ومع شوية مي لحتى أساعدهم إنه يتكرملوا ويوصلوا لهذا اللون الذهبي. مباشرة رح أنزل عليهم الفطر على حرارة عالية، الورشستر صوص والمي السخنة لحتى أعزز النكهات وأخذ طعمة طيبة. رح أضيف بودرة مرقة الدجاج من مونة، ببطل الملح وبنزل عليهم بكريمة الطبخ. أول ما يغلوا بنزل صدور الدجاج اللي حمرتها مع كل السوائل المتبقية عندي، بتركهم لحتى يتسبكوا ويستووا تمام. بهذا الوقت سلقت البطاطا وصفيتها وهرستها، ضفت لها الزبدة والحليب والملح على النار لحتى صارت كريمية. قبل التقديم مباشرة ضيفوا رشة بقدونس على الدجاج بالكريمة، جربوها رح تشوفوا إنكم رح تحضروها أطيب بكتير من المطاعم.